سلام سلام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله خبز المحراش بالدقيق الشعير اللي كيجي رائع صحي وبدون دقيق ابيض، كيجي مفشفش لذيذ، واهم حاجه انه صحي. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر وشوفوا معايا الطريقه. كناخذ سميده كومبلي الى مارك ميمونه وكنضيف دقيق شعير. ضفت تقريبا 500 غرام كنضيف معلقه ديال العسل، الا ما عندكمش عوضوها بمعلقه صغيره ديال السكر، ملعقه خميره ديال الخبز، واحد الخيط ديال زيت الزيتون. هنا ما ضفتش الملحه باش ما تقتلش ليا التفاعل ديال الخميره. من بعد غادي نضيفها مع الماء وكنضيف بشويه بشويه حتى كنعجن العجين ديالي وكنجمعها. كنحصل على هذا القوام هذا، غادي نجيب واحد الاناء نضيف فيه العجين وغادي ندير عليه واحد الخيط ديال زيت الزيتون ونخليها تخمر. من بعد ما كتخمر لينا العجينه كنخرجوا منها الهواء ومباشره غادي نجيب البلبوله الرقيقه هي اللي غادي نقرص بها الخبز. صافي هنا كناخذ كويره ديال الخبز ديالي وغادي نديرها في البلبوله وغادي نبقى مستمره على هاد الطريقه هذه حتى كنسالي الخبيزات ديالي كاملين. صافي غادي نقرص الخبيزات ديالي وغادي نخليهم 10 دقائق كيعاودوا يزيدوا يخمروا شويه وغادي ندخلهم مباشره للفران. هنايا عندي بنتي كتبغي ليا الزرارع، غادي ندير لها خبيزات بالزرارع حتى هما كيجيو غزالين. صافي البنات، من بعد ما خمر ليا الخبز غنفلحو بهذه الطريقه بالسكين ومباشره غادي ندخلو الفران. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اللي ما مابونيش عندي يتابونا مرحبا به وبسلامه عليكم.